السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا بقى، النهاردة هنشوف كده فيديو جديد لقصرية بباريس او سعدية على رأي اختنا وحبيبتنا خوخة. بس مش عارفة، انا شايفة اسم قصرية لايق عليها اكتر. بس القصرية بباريس وهي بتتكلم على اخوها. فاكرين يا جماعة المثل بتاع زمان بتاع الولد سر ابيه؟ لا، هي اثبتت لنا ان الولد سر اخته. طلعت عنه اسرار، واتكلمت النهارده على إن ليه مش عارف ياخد ولاده، ولا يعرف إن هو يديهم الجنسية أو يسفرهم. طلع الموضوع ملوش علاقة بمدام هناء خالص زي ما بتدعي دلوقتي، لأن هي قلبت الدف 180 درجة بعد طلاقهم. وطلع الموضوع ليه اعتبارات ومقاومات مش موجودة في أستاذ عادي، فبالتالي ياخد ولاده ازاي. وجابت شهادة من كلام والدته لما مرة قالت كان مدي لا معلش يا جماعة، مش هينفع أقول. معلش، في كلام ما اقدرش اقوله على لساني. المهم في اخر الفيديو جابت سيرة مدام هناء طبعا كالعادة، اللي هرياها وكيداها وفرساها. وجابت سيرة ميس يوجين الله يرحمه، كان ايامها عايش. بتقول له دلوقتي انت مش عارف تقول بسم الله، وانت مسلم من سنتين، والمفروض ان انت بتصلي، واحنا في ديننا الاسلامي عندنا 5 فروض في اليوم، كل فرد ب5 ركعات. انا بقى استوقفتني جدا كلمة كل فرد 5 ركعات، وكررتها مرتين. يعني احنا حتى عندنا حتى الصلوات الطويلة اللي هي الظهر والعشاء 4 ركعات. هو احنا يا ولاد عندنا صلاة فيها 5 ركعات؟ وفي الآخر بتقول له خمس فروض ب5 ركعات، بتصلي 25 مرة في اليوم، 25 ركعة في اليوم. بصراحة أنا مستغرباها. تعالوا كده نسمع ونشوف. ها؟ المسلمة مش عارفة الفرد فيه كام ركعة. المسلمة اللي أنا أكاد أجزم إن هي ما بتركعهاش أساسا. انا يعني على طول. فعشان كده احنا فاهمين الاجراءات دي كلها مش حاجه سهله. فما تقعدوش تحرجوه بقى كل شويه وتكتبوا له انت ما بتجيبش ولادك ليه، مش تجيبهم يا راجل. هو لا بايده ولا بالمنجل، هو لو يعرف يجيبهم كان جابهم من زمان، انما للاسف ما يعرفش يجيبهم لا زمان ولا دلوقتي. فتسكتوا بقى وتنحطوا وتنبطوا وتسيبوا الناس في حالها وما تحرجوهمش، لان عمرهم ما هيقولوا لكم الكلام اللي العبده لله مصريه في باريس قالته لكم ده. اوكي ولا مش اوكي؟ وكمان لما بيسألوك يا رخم في اللايف بيقولوا لك انت بتتقن اللغة، ما تبقاش تتفشخ قوي على الرابع وتقول لهم بتقنها بس مش قوي، يعني ما بتكلمش ومش عارف ايه وبفهم ومش بفهم. انت ما بتعرفش تقول ولا كلمة بالفرنساوي، كان عليك بان يا مداغ اللي بان. وخد بالك انت ما عمركش هتاخد الجنسية عشان تكون عارف، اصلها بقت صعبة قوي. ومش اللي زيك كده اللي هيدخل امتحان الجنسية وياخد الجنسية. وبعدين لو خدت الجنسية ما هو احنا اهو موجودين نتفرج ونشوف. فما تقعدش بقى تضحك على الناس وتنصب عليهم وتقول لهم انا بفهم فرنساوي وانا بيقولوا لك انت بتتقن اللغة، تقول لهم متقن للغة. متقن للغة فين؟ وانت بتعرف تقرا عربي لما بتقرا فرنساوي؟ ده انت بتعرفش تقرا عربي، والكلام ده بشهادة عندها، هي اللي قالت مش احنا. قالت ده كان مد التوته للعلام وما كملش وقعد من الاعداديه، سقط وقعد من الاعداديه. ماشي. ولما راح يعمل اختبار الجيش عمل لهم رجليه كده اهو، وقال رجليا بتلف على بعضها يا فندم. ما بقدرش امشي، رجليا بتلف على بعضها، يعني معوق يعني. يعني نصبت على الدوله، نصبت على الحكومه، خدت عشان يدوك المعافاه عملت لهم فيلم هندي. في ناس كده بيبقوا معاطلين بالوراثه، ما لهمش في اي حاجه، حتى الرجوله مش عارفين يسترجلوا وياخدوا شهاده المعافاه، مش عشان هما مش قدها، مش راضيين يدخلوا الجيش عشان هما مش قده. ده الجيش ده للرجاله. وبجد بجد كان بعيد عن شنبك. نسيت يا كداب يا نصاب لما رحت تاخد اللقاح وقفلتوا الفيديو يجي 20 مرة عشان تفهمك هما بيقولوا ايه. ده لو كانوا شتموك بالفرنساوي وقالوا لك يعني اللي جابوك ما كنتش فهمت ولا عرفت هما بيقولوا ايه. ده قطعت الفيديو 500 ألف مرة عشان تفهمك هما بيقولوا ايه. عمال يقول لك خدت اللقاح ولا لا، ويسألوك وانت ولا فاهم السمم العامة.
فما تضحكش على الناس بقى. يعني عيب لما تنصب على الناس وتقول لهم بفهم الفرنساوي، وانت لا بتتكلم فرنساوي ولا بتفهم فرنساوي من ابو اخر يعني. واحنا هبل ولا ايه؟ انت كنت عامل زي الاطرش في الزفه ساعتها على فكره، بالظبط كنت عامل شبه الاهبل في الزفه او الاطرش في الزفه، وانت رايح تاخد اللقاح لما كانت بتقفل الفيديو كل شويه وتفهمك هما بيسالوك على ايه او بيقولوا لك ايه. اخر حاجه بقى، الراجل بقى ينصب، عايزه اقول لكم ان العجوز المتحمرش بقى ينصب على 1:30 زي نصابه بوردو بالظبط. بيقول لكم انا هتعشى واصلي وانام، في اخر الفيديو بيقول لكم انا هقوم اتعشى وهصلي وانام. بالظبط على نهج مدام نصابه فرنسا. ليه بقى؟ لانه اتعلم منها. تقول لكم انا استحمى واصلي، انا استحميت وصليت، انا اتوديت وصليت، انا قرات قران، انا القران قدامي اهو، انا المسليه جنبي اهي، انا مش عارف ايه ورايا اهو. فهو كمان اتعلم زيها، بيقول لكم انا اتعشى واصلي وانام. وفي حاجه لفتت نظري النهارده في الفيديو، وهم قاعدين ياكلوا المحشي اللي طول كده، محشي الكوسه اللي قد كده. بيقول ايه بتقول له دي بسم الله، بيقول لا بيكلك لا بقى يا موسيو، بسم الله بقى اسمها بيكلك لا. بيكلك لك ايه يا راجل؟ يا راجل احترم نفسك، ده انت مسلم من 2 سنين وبتصلي المفروض الوقت بوقته يا راجل. يا راجل بتصلي 5 فروض في اليوم، كل فرد فيه 5 ركعات، يعني 25 مرة بتصلي في اليوم وبتقول بسم الله. بتقول في كل ركعة بسم الله كذا مرة، مش في كل صلاة، في كل ركعة بتقول بسم الله كذا مرة. السورة القصيرة بسم الله دي، بسم الله بسم الله، تقول بيكلك لك. بيكلك لك فين؟ كاك بيكلك لك في عينك انت وعين اللي قاعدة جنبك. بيكلك لك ايه ده؟ عن